أسيس، هل في اختلافات بين جيل الشباب من 30 سنة وجيل الشباب دلوقتي روحيا؟ هل في بعض الاختلافات ولا كان نفس التحديات ونفس اللي بيحصل زمان هو اللي بيحصل دلوقتي بطريقة روحية؟ تحديات مشابهة. أوكي. يعني أنا خدمت 18 سنة الشباب الجامعي، فكان عندي فرصة كبيرة قوي إن أنا أتفاعل مع تحديات الشباب. النهارده أنا يمكن مش قريب قوي من الشباب زي زمان، لكن التحديات هي إيه اللي هيغيرها؟ اللي بيتغير هو تركيب الولاد نفسهم نتيجة للمؤثرات الجديدة. أوكي. فأنا أحب أقول لك إيه اللي أنا شايفه مميزات في الجيل الجديد يا ريت. أكتر من إننا نقول سلبيات وكده. أوكي. الجيل الجديد الأفق بتاعه أوسع، المدارك بتاعته أوسع، قدرته على الوصول للمعلومات أسهل. فما عادش محتاجني. أوكي. ما عادش محتاج للأكبر منه يوري له الطريق. ماشية معاها دي إنهم عندهم دافع ذاتي لتطوير الذات. يعني أنت تقابل أي شاب دلوقتي تلقاه عاوز يعلم نفسه كذا وعاوز يعلم نفسه كذا، ده ما كانش موجود، وده يسهل قوي النمو. أنا شايف برضه الجيل الجديد ده بيدور على قدوة، في الزمن ده، بيدور على قدوة وبيتجاوب مع الدعوة للتكريس الكامل، بيتجاوب معاها. يعني إننا نقول زمان كانوا وحيين دلوقتي مش وحيين، لا ده كلام مش صح. طبعا في عيال هايفة، ده في كل زمان، في كل زمان. لكن العيال الجادة اللي هي بتجاوب مع علم ربنا ومع تحديات الخدمة، نوعية جميلة جدا. العيال زي الفل وإمكانياتهم روحية حتى أعلى من اللي احنا قلنا فيه. كمان حاجة أخيرة، أنا شايف برضو في استعداد كبير عند الشباب للتجاوب مع الدعوة للخدمة التطوعية. يعني لما بتقدم لهم حاجة جذابة ليهم أو حتى تكشف لهم احتياج معين في المجتمع، أنا بشوف إنهم بيحطوا قلبهم وبيعملوا حاجات مهولة بدون ما يعني يبقوا بيدوروا على مقابل. طبعا ما زال بقى الحب والغرام بتاع الشغال ده موجود على طول، ده الدافع الرئيسي اللي عندهم. لكن طبعا الميزان اللي انا قلت عليها دي افتكر انها هتعمل جيل افضل. كتر خيرك يا قسيس. يعني ما حدش من الكبار دايما يشكر في الجيل بتاعنا ده بالطريقه ديت، بس حضرتك عندك نظره حقيقيه للامر يعني روحيا. ايه اكتر تحديات حضرتك شفتها في الخدمه اخر 10 سنين مثلا يا قسيس؟ بص، اخر 10 سنين حصل في تحولات حادة جدا في المجتمع بتاعنا. الشباب او كتلة الشباب في المجتمع وفي الكنيسة تفاعلت بعد الثورة بشكل يعني لافت للنظر. جانب إيجابي طبعا، ولكن كمان في جانب سلبي ارتبط بالإحباط اللي جالهم بعد الثورة وكده. فالكتلة دي بتاعت الشباب والكتلة بتاعت المرأة، أعتقد الكتلتين دول بقيوا أكثر قابلية للتفعيل. انفتاح المجتمع على رسالة المسيح نتيجة للفضائيات والإنترنت، ده يوم جديد. يوم جديد وصلنا فيه للظهر، يعني عز اليوم واضح النهار. ان ما نستطيع توصيله للمواطن غير المسيحي من رسالة المسيح، ومش بس الإعازة المباشرة، يعني انهم يفهموا المسيحيين بيفكروا ازاي بقت متاحة. النتيجة بتاعتها بقى زيادة مهولة في عدد غير المسيحيين اللي بيدوروا على المسيحية وبيدوروا على المسيح. فالنهارده عندك تحدي كبير جدا. هل كنايسنا مهيئة روحها للتفاعل مع الموجة دي ولا لا؟ برضه تحدي كبير قوي انا شايفه يعني حاصل في ال10 سنين اللي فاتوا دول، التحدي بتاع اللاجئين. يعني انت دلوقتي بقى عندك ملايين اللاجئين من انواع مختلفة جدا وفي وشك. حتى بقى الكلام عن العمل المرسلي مش محتاجينه، هم قدامك موجودين. بس ان الكنيسة بقى تفهم ايه دورها، وانه المؤمنين يتحركوا. احنا مثلا التحدي اللي اتحط قدامنا في الكنيسة الوصول للعائلات الغزاوية اللي جم المصابين وعائلاتهم. ربنا فتح باب مهول.
يعني احنا وصلنا لحوالي 5000 شخص، نشكر ربنا. منهم بمحبة عملية، ودول كلهم أهل حماس، يعني ما هماش مفتوحين الإنجيل. مش أول مرة يتعاملوا مع مسيحيين، أول مرة يشوفوا المسيحيين بيقدم لهم محبة مش عايزة منهم حاجة. واتفرج على عدد الناس اللي اشتركوا في الحملات دي هي كمتطوعين والفرحة اللي في قلبهم إن ربنا بيستخدمهم. نشكر ربنا لأجل التحديات الإيجابية اللي حاصلة، وربنا يجعل دايما الكنيسة واقفة ومستعدة ومنتظرة الرب. يعني شكرا ليك قوي يا قسيس، شكرا ليك.